أكد تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي حققت عن مصادر ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح أن إجمالي ثروته قد يصل إلى 60 مليار دولار. وأضاف أن صالح كان يجمع ما تصل قيمته لملياري دولار سنويا، وذلك منذ عام 1978 إلى حين إجباره على التنحي عام 2012. وقال إن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل بمساعدة من شركاء في أعماله وشركات وهمية، ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد هذه الثروة وجزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب. ويزعم التقرير أيضا أن صالح وأصدقائه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن. من جانب